شفت القبض على شاكر؟ ما شفتش. تعال. شاكر اتحبس، قعد يقول للناس كبروا دماغكم. شفت القبض على سوزي الأردنية؟ ما شفتش. تعال. فاتح لايف وبيقول للناس مفيش مشكله يا جماعه، انا كويس ومش هيتقبض عليا. ما اتحبستش والله، ما اتحبست والموت ما اتحبست. استهدي بالله استهدي بالله يا ولاد ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده بعنوان كل 5 دقايق يطلع لنا تيك توكر جديد هيتحبس او اتحبس. فالنهارده جاي لكم بقى ايه بالتجميع بقى اللي كله فيها اتحبس، وشاكر بقى باشا تلميذ وحاجات كده جامده. فيلا من غير مقدمه كتير نخش على الفيديو. اللي اتقبض عليها دي الناس كلها داخله تقول الفيديو ده من يومين. سوزي بقى اتكلم تقولي تفتكروا مثلا ما اتقبضش عليها ليه؟ انا مالي؟ وانا طلعت اتكلمت انا مالي؟ انا ماليش دعوه. انا مالكيش دعوه يا سوزي، انت من اوائل الناس خسير الاموال. سوزي انت كنت كده وبقيتي كده، يعني مش فاهم ايه اللي انت مالك. يعني انت بقيتي تلبسي وتخنتي وعملتي عمليات ويعني ازاي انت مالك؟ يعني انا مش فاهم. مفيش حد بيعمل كده من فلوس تيك توك، بس اكيد داعمين بيدعموكي، بس الداعمين دول بتوع غسيل الاموال. اهدي بقى كده على سوزي ونفهم الحوار، والشرطه هي اللي هتحقق معاكي وهتعرف انت اخرك ايه وهقولك ايه. يا ولاد في حالي، انا مالي؟ ما يتقبض عليه داخل مع في حالك ازاي؟ انت مش لسه مطلعه فيديو انك بتقولي الرسول على دماغي وكل حاجه، بس اهم حاجه الشهاده. الرسول كان تاجر يا بنتي، الرسول كان تاجر وربنا خلاه امي. دي رساله ان هو يبعتها لاهل قريش والناس اللي هي الكفار عشان يعرف يعني القران ده مش هو اللي كاتبه او هو اللي مؤلفه، كاتب القران. فدي حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت تيجي سوزي ضايعه خالص. هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي طبعا ان هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي اهم حاجه الشهاده. ولكن التاجر كان ده اجراءات قانونيه وعدل ومحكمه، الكلام ده كله انا مالي بيها؟ انا مالي؟ هي كانتش اصلا بتجيب سيرتي. انا كانت مشكلتها مع الناس الكبار، ماليش دعوه بيها. على سوزي اي بقى حد هيتحبس هتحط سوزي معاه، يعني اي حد هيتحبس هيقول له حط سوزي. وانا في يا جدعان؟ انا حاسه ان انا اقسم بالله بقعد في الاسم اكتر ما بقعد في بيتنا. ياخدوني ليه؟ يعني انا بجد نفسي اعيش سني بقى، خلاص. بصراحه يعني يا سوزي عندك حق، انت بقالك 5 مرات اتحبست، يعني حقك برضه. بس انت طالما انت اتحبستي اول مره واتشكيتي واتحبست تاني مره واتلدعتي، فاهدي يعني اهدي بقى خلاص. سيبي بقى من تيك توك بقى. جمعتي مثلا قرشين اعملي بيهم بيزنس، اعملي بيهم حاجه كويسه. كده كلها فلوس حرام. اعملي بيهم حاجه كويسه بس تتمني حياتك. اديهم لابوك يشغلوا، اديهم لامك تشغلوا. اعملي عياده لامك، اعملي عياده. انا بكلمك بس في الصح في الحلال. لكن بقى بقى خلاص على تيك توك. بس طالما انت ظاهرة قدام الناس وقدام عيوني، فانت خلاص معروف سوزي غسيل اموال، فمعروفة يعني. انا بقيت اتحاسب على حاجات ناس هي اللي بتغلط فيها، مش انا اللي بغلط فيها. انا مالي؟ ما تتحبس، انا مالي؟ اللي غلط يشيل. شاكر اتحبس، قعد يقول للناس كبروا دماغكم، الامن كبر دماغه. شاكر اتحبس؟ ده ظابط وما لسه سألته. فعلا تعالى احكي لكم ايه اللي حصل. خبر يهمك او ما يهمكش، المهم ما يفوتكش. الاجهزه الامنيه في مصر قبضت على البلوجر احمد شاكر. شاكر كان قاعد عادي جدا. احمد شاكر اسمه محمد شاكر برضه ولا ايه؟ في كافيه في التجمع الخامس اسمه فيلا جو، وساعتها كان فاتح لايف وبيقول للناس مفيش مشكله يا جماعه، انا كويس ومش هيتقبض عليا، وانا عملت اسمي وبحب بلدي ومحدش يقدر يقبض عليا. بعدها بساعات بسيطه تم القبض عليه داخل الكافيه. اتهم بقى اللي منسوبه له محتوى خادش للحياه، الاساءه للقيم الاسريه والمجتمعيه، استخدام السوشيال ميديا من غير غرضها الترفيهي والطبيعي، ده غير ان في بلاغات مسبقه. هو بصراحة يعني مع السوشيال ميديا معروفة ان لما انت تعمل لايفات وتعمل حاجات دي انت عايز تجمع فلوس بس، فدي معروفة يعني. فاكيد يعني هو هيجمع فلوس من حوار السوشيال ميديا. عشان كده هو ساب مدى سألته بسبب الداخلية، بسبب حوار اللايفات ده. مش هيمدى سألته كام قبل الطاقة يعني. متقدمه من مواطنين ومن محاميين ضده. دلوقتي الحمله الامنيه المعموله دي مقبوض دلوقتي على مداهم وشاكر وممكه ومساجده، والمفروض كانت سوزي بس خرجت وعلياء وخرجت. سوزي خرجت؟ طب سوزي خرجت هي عمل لها قلبان ليه يعني؟
انا مالي وانا معلش دعوه والحوارات دي كلها ليه يعني؟ طب عليها كده كده يعني هيخرجوها على طول يعني، انا كده كده عارف ان عليها هتخرج. النيابه العامه بدات معاه التحقيق فعليا في كل البلاغات المتقدمه ضده، ولكن لحد دلوقتي ما تمش الاعلان عن قرار حبسه او اخلاء سبيله. ممكن يتعرض للحبس بس في حاله واحده، في حاله ثبوت الاتهامات عليه، خصوصا ان قضيته بتندرج تحت قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه. واللي ما يعرفش مروه اتجدد حبسها لمده 15 يوم تانيين تحت ذمه التحقيق. شفت بنت الرئيس قالت ايه في التحقيقات؟ ما شفتش. تعال. محامي مروه بنت الرئيس دي اللي هي طلعت بوظت الدنيا خالص، قلبت الترابيزه كلها وعرفتنا يعني هتعرفنا وعرفتنا الحقيقة كلها. يسري المشهوره باسم مروه بنت الرئيس محمد حسني مبارك قال ان النيابه بتحقق معاها في كل التهم اللي اتوجهت لها، انها نفت قدام النيابه انها اتكلمت على تجاره الاعضاء بهدف الريتش والمشاهدات، وقال كمان انها اتمسكت قدام النيابه بكل كلمه قالتها ضد الممثله المشهوره يعني ايه مش فاهم برضه يعني، الحاجات لفه خالص وانا مش فاهم حاجه، وتجاره اعضاء وغسيل اموال كل ده من ابلكيشن واحد. البلوجرات اللي معاها. والمحامي طلع وقال النيابه فعلا سالتها على حكايه انها بنت الرئيس فعلا ولا لا، بس ما قالش هي جاوبت النيابه وقالت ايه، بس قال ان المفروض السؤال ده ما يتسالهاش لان ده ملوش علاقه بتجاره الاعضاء ولا غسيل الاموال، القضيه الاساسيه بتاعتها. وقال كمان الاشاعات اللي بتقول ان النيابه افرجت عنها ده مش صحيح، والنيابه لسه بتحقق معاها لغايه دلوقتي. وقال ان مروه بتتعرض بقالها 7 شهور من تهديدات من بلوجرات معروفين عشان تبطل تتكلم عنهم. انت بقى لا بصراحه يعني ما ينفعش ان هي توقف، هي لما تكتر كده تفضحهم هيوقفوا الحاجات دي كلها وهنعرفهم، الدنيا هتتقلب. لو حقيقي الكلام ده حقيقي الدنيا هتتقلب. تفتكر الكلام اللي قالته مروه ده صح ولا غلط؟ مفاجأة كبيرة في قضية مروة يسري الشهيرة بمروة بنت الرئيس مبارك. صلوا على النبي وتعالوا أقول لكم التفاصيل. محامين مروة طلعوا بيان رسمي وقالوا إن كل الكلام اللي انتشر عن إخلاء سبيلها مش صحيح، وإنها لسه محجوزة والتحقيق شغال من الساعة 1 الظهر. المفاجأة بقى إن التحقيق معاها ما كانش بس عن التهم الموجهة ليها، لا، النيابة بدأت تسألها عن نسبها وأصلها، والمحامين شافوا إن الأسئلة دي ملهاش علاقة بالقضية ومش المفروض تكون جزء من التحقيق أصلا. وخلال يعني انتوا مش فاهم برضه، ما هو لازم يسألوها يعني ايه نسبها وايه أصلها أكيد يعني، بس هي طالعة بتقول بنت الرئيس، فاهم؟ متعرفتش وما حبسوهاش بسبب إن هي يعني بسبب إن هي طلعت وحدد اسمها بنت الرئيس مبارك فاتصيطت أكتر، غير الحاجات اللي هي طلعت وقالتها في حوار تجارة الأعضاء، فلازم يسألوها. حاجات كبيرة أوي يا جدعان، احنا مش قدها خالص. التحقيق المحامين أكدوا إن مروة متمسكة بكل أقوالها ونفت إنها بتفبرك أو بتحاول تلفت النظر عشان شهرة أو ترند. وفي آخر البيان فريق الدفاع طالب النيابة تحقق بجدية مع أي حد اتذكر اسمه في كلام مروة، خصوصا في قضايا تقيلة زي غسيل الأموال، تجارة الأعضاء، والإتجار بالبشر. يعني باختصار مفيش إخلاء سبيل ومفيش اعتراف، وشكل الموضوع كبير ولسه في بدايته. احنا لسه الموضوع كبير، احنا مش قده على فكرة يا جماعة. ماشي. المحقق القانوني ما بيقولش حاجه غلط. في اللايف سالتوني مين اللي رجع الاكونت قبل ما نقفل اللايف، قلت لك عشان هيمسح الحاجات بتاعت اكسبرت، مسح الفيديوهات بتاعت اكسبرت، ان الموضوع ده حلال وان الموضوع ده تمام وان الموضوع ده ما فيهوش اي حاجه غلط. مسحت الفيديوهات ليه يا طبعا ده غير البت اللي انت سوحتها واستغلتها وبقى قلت لها الاسم ووقفت معاها زي القواضي بتاعت زمان، وانا عارف ان انت مش هتقرب من الاسم اصلا. شفت القبض مش هيقرب حقيقي الاسم يعني، حاسس بكده برضه. على سوزي الاردنيه؟ ما شفتش. تعالى. سوزي اتحبست تاني خامس، مش قصدي يعني خامس خلاص بقى بقيناش متفاجئين يعني، سوزي اتحبست عادي. ماشي. الشرطه قبضت على سوزي الاردنيه من شقتها في مدينتي بعد بلاغات كتيره متقدمه ضدها بخصوص المحتوى بتاعها، وكان من يومين بصراحه يعني محتواها خادش خالص، بتطلع دلوقتي تسافر قطر وتسافر تركيا وتسافر ما اعرفش ايه، غسيل اموال. انا حاسس بكده. يقدم في سوزي الاردنيه بلاغ بيتهمها فيها بازدراء الاديان بعد تصريحاتها المسيئه على النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه حقيقي يعني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حقيقي ان هي يعني ما ينفعش تخدش في كلام الرسول خالص. سوزي الاردنيه اتقبض عليها بعد ما اتقبض امبارح على ام ساجده واول امبارح على ام مكه. سوزي الاردنيه واحده من 11 بلوجر متقدم فيهم بلاغات. انت بقى تفتكر سوزي الاردنيه هتبقى اخر واحده يتقبض عليها من البلوجرز دول ولا لا؟ شفت القبض على شاكر؟ ما شفتش. تعال. بعد ما شاكر طلع في لايف وقالوا استنوا مني الضربه القاضيه والناس كلها قالت عليه ده الباشا. يا جماعه بجد يعني انا مش فاهم ازاي شاكر يتحبس، ازاي شاكر يتحبس اصلا. باشا تلميذ وان هو اللي ايوه حقيقي يعني باشا تلميذ، انا قلت خلاص ان هو باشا تلميذ،
خلاص، وعملنا عليه الحلقة اللي فاتت وقلنا خلاص إنه باشا تلميذ مش فاهم، مش حاجة فيها إن يا جماعة بجد. يطلع مبلغ عليهم كلهم زي الافلام العربي. وكان لسه طالع في لايف من شويه وقال ان هو قاعد في شقته وما بيعملش حاجه غلط، وان هو رقم 1 على التيك توك. الشرطه قبضت على شاكر من لحظات في كافيه في القاهره الجديده. كده شاكر يبقى البلوجر السابع اللي اتقبض عليه في كام يوم بعد دي السابعة. ايه ده يا جماعة؟ بس كتير أوي اتحبست. ماشي. مذيع موسيقى الاردنيه ومساجده ومكه وعلياء قمرون ومروه بنت الرئيس. انا مع قرار قفل التيك توك في مصر. انا ولا عمر اخويا بنطلع نهزر عشان الناس غلابه. انا واحد مركب شرايح ومسامير في ايديا وفي رجليا الاتنين، مش هعرف الاقي شغل. لكن ازاي مش لاقي شغل يعني؟ في ناس بتموت وفي ناس رجلها مقطوعة وفي رجل واحدة مقطوعة، في ناس أوسخ منك بينزلوا يشتغلوا. يعني أنا شفت فيديو لواحد رجليه مقطوعة يا جماعة شغال اللي هو بيكسر حيطان. انت واحد مركب شرايح ومسامير يعني تقعد لك شهرين، قعدت شهرين في البيت وخلاص تمام، ده كده خلاص، ده كده انت تنزل تشتغل أي حاجة. انزل يا عم اشتغل، انزل يا عم اشتغل بالحل وربنا هيرزقك. خلاص الروح السريع دلوقتي من نساكوا كل حاجة، نساكوا الحلال من الحرام من خلاص يا جماعة. دلوقتي أي حد معاه تليفون يطلع له لايف يجمع حق اليومية بتاعته اللي شغالة بالحلال أكتر من يوميته، أكتر من يوميته في الساعة. بصراحة يا جماعة يعني حرام بجد. وعمر اخويا من ذوي الهمم بس يا عم ماشي، احنا عارفين ان عمر اخوك من ذوي الهمم وكل حاجة، ما بياخد راتب شهري وبياخد تصريح العربية اللي يعني الحكومة بتديها له. يعني يا جماعة مش شايف ان ليكم يعني مش شايف ان ليك مبرر انك تقعد في البيت او تشتغل لايفات او تشتغل بفلوس حرام. مش شايف بصراحة. مفيش حاجة في الحرام ليها مبرر. يعني ما اروحش واقول ان انا تعبان مش قادر، حرام يعني حرام. ما اروحش اسرق واقول انا مش لاقي اكل، مش يعني انا جعان. فاهمين الدنيا غلط وفاهمين الدين غلط خالص. تعبطوا فيها لا يتقفل التيك توك في مصر. هو اي قله ادب وخلاص، ما تحترموا نفسكم بقى. انت يعني بتمشي على مشاعر الناس يعني؟ تهطل يا اسطى بجد اقسم بالله. ما اتحبستش والله ما اتحبست يا جماعة عليها ما اتطوتش عليها ولا حاجة. ايه بقى اللي هطل ده بقى؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ما اتحبست. استهدي بالله الله اكبر الله. انا عملت ايه اصلا عشان اتحبس؟ عملت ايه يا جماعه؟ عملت ايه يا جماعة؟ فلاحين يا ولد انتوا ماسكين فلوس عليها دي لسه ساحبة 300,000 جنيه. 300,000 جنيه انتوا عارفين يعني ايه؟ في شهر كده واحد على 300,000 جنيه بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. ما اتحبستش. ده عشان ربنا بيحبني وفي ناس حباني وفي قبول ربنا. حباكي ايه يا علاء؟ طب ما حابينك بيتعاطفوا معاك عشان انت هطلة، انت عبيطة، ست ما طلعتيش عبيطة خالص يعني. حقيقة أنا اتعلمت يعني من حوار إن أنا ما اتعلمتش في المدارس واتعلم من الشارع من علياء. يعني اتعلمتش في المدارس بس اتعلمت في الشارع أدبها وأعلمها كل حاجة من الكبيرة للصغيرة. ما هي دي الناس اللي هتعيش، دي الناس اللي بتعيش بجد. عملت 300,000 جنيه وغير الصحابات اللي عملتها بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. وغير يعني بصي آخر فرح ليها بصوا عاملة ازاي. يا ولاد امك. حسني اسلوبك، بقولك حسني اسلوبك يعني. حاضر احسن اسلوبك. حاضر حسن أسلوب يا جماعة، حاضر. أي حاجة أنتوا عايزينها، أهم حاجة ما تحبسي تاني. حاضر طب يا جماعه علاء مبارك يرد لأول مرة على مروة حسني مبارك. في ناس كتيرة كانت مستغربة ما بيردش ليه، ودي تقريبا أول مرة يرد. في ست سألته على تويتر ليه ما بتاخدوش إجراء ضد المدعية دي، وليه مش بتقضوها وهي بتشوه صورة حسني مبارك. كان رده إنه لا يستحق الرد ولا ليه أي أهمية، وإن مش كل حد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام. وفي نفس الوقت محامي مروة بصراحة يعني راجل عالمي الدهب على طول حقيقي. يعني أنت شايفة إن أنت هاطلة وبتاع يعني، بس يعني الست دي على فكرة وراها حاجات كتير فشخ اللي هي مدعية إنها بنت حسني مبارك.
الدسوقي نزل بيان بيقول ان التحقيقات لسه جاريه ومفيش اخلاء سبيل عنها، وانه النيابه بدات توجه اسئله تتعلق بنشاه مروه يسري وحقيقه نسبها، والدفاع شايف ان ده ملوش صله بالوقائع محل التحقيق، والمحامي بتاعها طلب اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد اللي اتهمته من غسيل الاموال وتجاره الاعضاء. وهنا ساترك لكم التعليق. وبس كده يا جماعه، تشمروا بالسبسكرايب وفعلا الجرس والله الحاجات الحلوه انتوا عارفينها دي، ويا رب بس نشوف اللي جاي، ما نشوفش حد يتحبس تاني ولا حد يتحبس خامس. فبس يلا سلام.